السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناه. نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم باذن الله رايحه ندير الطمينه التقليديه الاصليه بدون اي اضافات، لا جوز لا لوز لا كاوكاو لا جلجلان لا اي حاجه، لا حلوه الترك. رايحين نديروها اقتصاديه وكيما زمان. هنا في مقله وعلى نار تكون هاديه. نحمص شويه السميد. هنا سميد، درت السميد العادي اللي نطيبوا به الكسره، وتقدروا ديروا سميد المتوسط ولا سميد الخشين كيما تحبوا. انا نفضل السميد العادي اللي نطيبوا به الكسره. هنا نحمصوه كيما راكم تشوفوا حتى يولي اللون تاعو ذهبي، ما نحمروهش مليح، يعني غير يبدا يدي اللون الذهبي الفاتح. خلاص نطفوا عليه ونفرغوه في طبسي، ونخلو السميد تاعنا لازم يكون بارد، لازم يبرد تماما. فوالا كيما راكم تشوفوا اللون تاعو. وهنا نروحو نديرو العسيله تاعنا. انا استعملت العسيله تاع برا، يعني شريتها من برا، نونورس، تجي بزاف بنينه بهاد العسيله. ودرت نصف علبه فقط، ما درتش كميه كبيره. ورايحه نزيد معاها 2 مغارف كبار تاع لا مارغرين ولا زبده. من الافضل تكون زبده تاع ستار، هي اللي تجي بنينه بزاف في الطمينه. انا ما كانتش متوفره عندي، درت لا مارغرين لابيل. هنا نخلطوا حتى تذوب لنا هذيك الزبده. نزيدوا على راس المغرفه الصغيره شويه قرفه. وبعد ما تذوب لنا هذيك الزبده رايحه نفرغوا الخليط تاعنا في حاجه غامقه، ونبدا نزيد في السميد. هنا ضروري تكون العسيله سخونه والسميد يكون بارد. نزيدو حتى نتحصلوا على القوام اللي حبيناه، ما تكونش بزاف جاريه وما تكونش يابسه. دوك نوري لكم القوام كيفاه. ورايحين فقط نزيدو اضافه صغيره، يعني اضافه بسيطه باش تقعد لنا يامات وما تيبسش. هنا نزيد 2 مغارف تاع الحليب. من بعد نشوفوا الى نزيدوا ولا لا، ونخلطوا مليح. سواء تحبوا تخلطوا بالمغرفه ولا تحبوا تخلطوا بالباتور كيما درت انا. خلطت حوالي 2 دقائق هكذا باش يجي قوامها مليح وتجي بزاف خفيفه وبنينه. هنا حسيتها باللي ناقصه شويه، زدت لها 2 مغارف واحد اخرين تاع الحليب، يعني كامل درت 4 مغارف تاع الحليب. قاعدوا نخلطوا دقيقه حتى لدقيقتين. وهذا هو القوام، ما تجيش ناشفه بزاف وما تجيش جاريه. انا رايحه نستعمل هذا القوالب الصغيره تاع الالومنيوم، ورايحه نزينها تزيين بسيط. تقدروا تعتمدوا هذه الوصفه كمشروع، تقدروا ديروها في اسبوع مثلا في الطهاره، يعني الختانه، ولا تقدروا ديروها في المولود، وكل واحد تمدوا له وحده. فوالا هنا كما راكم تشوفوا. ورايحه نسقمها، يعني نجيب البطاطا تاعي ونخبطها مليح باش نتحصل على سطح مستوي. فوالا وهنا كما راكم تشوفوا جبت القوالب هنا تاع الكاطو، ودرت القرفه، يعني شكلت على شكل قلوبه وفراشه. ورايحه نزين من الفوق بالحلويات هادو تاع الفيرميسيل الالوان، ونغلق على الباطا وندير فوق كل باطا ندير مغرفه تاع بلاستيك، يعني جوتابل. نلصقوا المغارف بالسكوتش. اولا ندير فوق كل باطا ندير مغرفه ونلصقها بالسكوتش. نتمنى الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم. شكرا على المشاهده والى اللقاء.